خوتي المغاربة المتتبعين ديالنا واخا راه ما كاينين لا متتبعين لا والو. تحياتي لكم وتحياتي لخوتي وتحية للقناة اللي فتحت ديال الترا كورة. تنتمنى خوتي تساعدونا خوتي بديك الجيم وابوني اخوتي ابوني، الله يجعل ربي يسهل عليكم. وكما غادي تشوفوا معنا في هذا الفيديو اخوتي، راه عندنا شنو غادي نقول لكم، عندنا مباريات زعما الصراحه في المستوى. المهم ما عليناش اخوتي، نبداو باش ما نطولش عليكم الفيديو باش ما يجيش الفيديو طويل. المهم اخوتي تحياتي لكم. اليوم الموعد اش نقول لكم مع مباريات ناريه في المجموعه الثالثه اخوتي من كاس افريقيا تحت 17 سنه. المباراة الأولى خوتي تجمع بين أنغولا ضد الموزمبيق. هذه هي المباراة ديال الفرصة الأخيرة للطرفين بجوج ديال أنغولا يا الموزمبيق. أي تعثر يعني الخروج بنسبة كبيرة من المنافسة. أي تعثر في هذا الماتش ديال أنغولا والموزمبيق غادي يخرج بنسبة كبيرة من المنافسة، يتخسى التعربية تعرفش. والمباراة الثانية مالي ضد تنزانيا. هذه هي القمة ديال المجموعة بدون نزاع قسما بالله. علاش المفاجأة؟ تنزانيا داخلة بثقة كبيرة، راكم نتوما عارفين علاش، راه تأهلات وربحات جوج ماتشات وعندها 6 ديال النقاط. مالي خاصة الانتصار ضروري، خاصها تربح باش تضمن التأهل وما تدخلش في الحسابات المعقدة. رواوني اخوتي كما تشوفوا دابا اخوتي، راه عندنا في الترتيب ديال المجموعة قبل هاد المباراة هادي، قبل ما تجي هاد المباراة راه عندنا تنزانيا 6 ديال النقاط، مالي 2 نقاط، موزمبيق نقطة، انغولا نقطة. بالرجولة اخوتي انا نجيكم انايا داكشي اللي حسب التجربة ديالي، التوقعات تيبقاوها توقعات. الشخصية ديالي شكون اللي يتأهل، انا تيبان لي تنزانيا قريبة بزاف تحسم التأهل ديالها، خصوصا ان اقوى هجوم حاليا في المجموعة. هذا هو اللي بغى يطير ليا الفريق، طانزا علينا. البطاقة الثانية غادي تكون صراع قوي اخوتي بالرجولة والله بين مالي وانغولا، ولكن كنعطي الافضليه لمالي. علاش؟ بسبب الخبره والقوه البدنيه. مالي عندهم الخبره والقوه البدنيه ماشي بحال انغولا. وبالرجوله التوقعات ديالي النتيجه ديال اليوم اخوتي بالرجوله توقعات، هادو تيبقى توقعات. انغولا غادي تعادل هي والموزمبيق 1-1. مالي هي وتنزانيا مالي تربح ب2-1. المهم ما عليناش، هادو التوقعات. يعني حسب التوقعات ديالي دابا اللي عطيتكم، تنزانيا هي اللي غتأهل ومالي غتأهل معها بصعوبة كبيرة. المهم اخوتي كتبوا لي في التعليقات شكون كتشوفوا اللي غادي يتأهل من هذه المجموعة ديال الثالثة. بالرجولة اخوتي كتبوا لنا في التعليقات شكون اللي يتأهل، وكونوا معنا كما حنا معاكم اخوتي. الله يجعل ربي يسهل عليكم. تحياتي لكم. غادي نمشيو اخوتي للمجموعة ديال الجزائر. المجموعة ديال الجزائر اخوتي، هاد المجموعة الرابعة شاعلة بالنار. هاد المجموعة هادي والله الا شاعلة بالنار. كأس افريقيا المباراة الأولى اخوتي تجمع غانا ضد جنوب افريقيا، مباراة الموت حرفيا هادي. مباراة غانا اخوتي ضد جنوب افريقيا مباراة الموت بالرجولة. غانا ما عندها حتى حل من غير ربح، الا ما ربحاتش مشات باي باي. باي باي يا شيري باي باي. الا بغات تبقى في المنافسة، اخوتي جنوب افريقيا اذا بغات تبقى حيه في المنافسه خصها تربح ضروري. ولكن جنوب افريقيا باغيه تخطف التاهل وتخلط الاوراق ديال هذه المجموعه كامله. المباراه الثانيه اخوتي شناهي؟ هي الجزائر ضد السنغال، اعداء. اعداء الوطن. ما عليناش ما ندخلوش حنا في هذا الشيء هذا، هذه السقعريه وحنا ضاحكين اخوتي. هذه قمة قوية بزاف بالرجولة، هذه قمة كروية مشتعلة بزاف. الجزائر داخلة متصدرة ب4 النقاط والمعنوية طالعة عندهم، ولكن السنغال حتى هي عندها 3 النقاط وكتقلب على المفاجأة. الترتيب قبل هاد الماتش هذا اللي يتلعب دابا مع 8، ترتيب
الجزائر 4 نقاط، جنوب افريقيا 3 بوا، السنغال 3 بوا، غانا 1 بوا. بالرجوله التوقعات ديالي بصراحه انا ما نكذبش عليكم، الجزائر قريبه تحسم التاهل حيث الدفاع عندهم زويون بصراحه. والبطاقه الثانيه تقدر بين السنغال وجنوب افريقيا، ولكن انا كنحس بان السنغال عندها شخصيه قويه في اللحظات الصعيبه. والتوقعات ديالي اخوتي ديال النتائج ديال هاد المباريات ديال غانا وجنوب افريقيا، انا تنقول جنوب افريقيا تقدر تربح ب2-1، الجزائر تقدر تتعادل ب1-1. توقعات هادشي حسب توقعي. لهذا غادي نقول لكم الجزائر تقدر تتأهل، وجنوب افريقيا تقدر تخطف البطاقه الثانيه بصعوبه. دابا نتوما خوتي شنو كتشوفوا اللي غادي يقدر يدوز من هذه المجموعه الحارقه؟ جاوبونا في كومونتيرات، ابوني، وراكم تما خوتي. الله يسهل عليكم، وتحياتي لكم والعز ليكم.